كيشتغلوا في اللجنه التحضيريه يعني بهذا العمل الجبار. على الاقل الان تلقينا حوالي 10 مشاريع كبرى بهذا الروح. شاب في اليابان قنع مستثمرين باش يجيو للطاقه الشمسيه في البلاد. الناس عندهم مشاريع في قطاع النقل الجوي. مؤتمرات علميه بداو الناس كيوجدوا لها. مؤسسات جامعيه قطاع خاص كما يسمى بداو الناس كيوجدوا لها بهذا الروح. يعني كل واحد فيكم حنا كنتسناو منه كمجلس جهه انه يباغتنا بشكل ايجابي، يقول بغينا اليوم المشروع الفلاني تعاونوا معنا فيه لانه ونديروا يدنا في يد بعضنا ان شاء الله ونجزوا هذا المشروع على مستوى ذرعه فلالة لنهضتها وتنميتها. المطلب التاسع